السلام عليكم. بث مباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في العودة، والزمالك يأمل في حصول كأس الكونفدرالية اليوم بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي. ستذاع المباراة بعد قليل مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي. هنبدأ بالتشكيل الخاص بالمباراة، التشكيل الخاص بنادي الزمالك اللي بيتمنى اليوم الفوز وتحقيق إنجاز. أبناء ميت عقبة أمام 80 ألف مشجع في الاستاد يأملون بتعويض الخسارة في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب وفاز فيه نهضة بركان بنتيجة 2-1، حيث يأمل الزمالك في الفوز بأكثر من هدف لتأمين لقب الكونفدرالية. التشكيل الأقرب في هذه المباراة: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد وعمر جابر وأحمد فتوح، في خط الوسط نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي ومحمد شحاتة، في خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو وإبراهيم منداي وسيف الدين الجزيري. تذاع المباراة حصريا على قناة بين سبورت القطرية، لكن لا عليكم، سيتم بث تلك المباراة أيضا هنا. ياريت كلنا نعمل لايك وإعجاب بالفيديو علشان يصلنا صافرة البداية الخاصة بالمباراة، ولكن أيضا ستذاع المباراة بصوت علي محمد علي وعبر قناة بين سبورت القطرية 4 بصوت جواد بدة. سوف تنطلق صافرة البداية الخاصة بالمباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن والأردن ومصر وفلسطين. ستكون مواجهة قوية جدا، استعدوا، سينطلق البث بعد قليل حتى تنطلق صافرة البداية. يرجى كلنا ندوس إعجاب وما ننساش نصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يأتي لكم إشعار بتلك المباراة. الآن ستبدأ المباراة القوية. أيضا دخل على الخط عمرو أديب وشجع لاعبي الزمالك قبل بداية المباراة وقال لهم يا ريت كلنا يكون عندنا دم شوية، شايفين الأهلي اللي في رادس وتعادل، واحنا كنا فرحانين ان احنا قدرنا بس نحط هدف في نهضة بركان وهناك خسرنا هدفين. مش هينفع الكلام ده، لازم تكونوا رجالة شوية في الملعب، ولازم تاخدوا بقى الكونفدرالية وتفرحوا الجماهير اللي مستعدة تعمل أي حاجة علشانكم. المباراة هتكون قوية، نعم ستكون قوية، ولكن انتوا قدها، انتوا الزمالك الفريق العنيد القوي، مدرسة الفن والهندسة. قولوا رأيكم وتوقعاتكم لتلك المباراة.